مشروع فكرنا نخلق فرصة عمل لنفسنا، ففكرنا بصراحة في مشروع مضمون. فما اعتقدش اللي هيعمل مشروع وتبقى شباب لسه بادئه ومش حمل ان هي تقع وتقوم تاني ففكرنا في المشروع دوت، لان موجود في دول اوروبا من سنين يعني. بصينا عليه في مصر مش موجود بالشكل اللي احنا عاملينه. احنا اول حد يعمل مشروع مطعم متنقل بالمستوى ده زي اوروبا بالظبط. احنا خلصنا العربيه بقالنا 3 سنين عاملينها، ومش عارفين نرخص العربيه اولا كمطعم متنقل، وفي مشاكل في المرور طبعا. ده غير الحي طبعا اللي ما بيوافقش بمكان. ورحنا صندوق الاجتماعي كمان قال لك لا انا ما بعملش المواضيع دي، ما بعملش المشاريع دي، لان ما حدش بيعرف ياخد بيها موافقات. العربيه يشتغل فيها 8 افراد، 4 في كل شيفت، الشيفت 8 ساعات، 4 في الشيفت بتاع الصبح و4 في الشيفت بتاع بعد الظهر. العربيه بيقف فيها 3 وواحد بيقف بره العربيه بيباشر اللي جوه وبيباشر طلباتهم لو عايزين حاجه محتاجين حاجه. العربيه فيها كل التجهيزات، فيها قلايات، فيها جريل، فيها ثلاجه، فيها ديب فريزر، فيها خزان ميه، فيها حوض. العربيه اتكلفت كلنا احنا كلفناها 200,000 جنيه لان احنا عاملين حاجه محترمه قوي. الكهرباء بتاعت المعدات اللي جوه العربيه هتشتغل بالطاقه الشمسيه، يعني نحط الواح طاقه شمسيه فوق العربيه فوق السقف، وهتبقى في بطاريات قدام جنب السواق. البطاريات وجهاز انفرتر يحول الكهرباء من 12 فولت يطلعهم 220 فولت بدون صوت طبعا، بدون وقود، مفيش عادم، مفيش صوت، مفيش دوشه، مفيش يعني التكنولوجيا بقى بتتقدم، فالمفروض احنا نواكب العصر يعني. احنا عايزين نقف في مساكن شيراتون، حته فاضيه فيها اماكن فاضيه كتيره واوريدي يعني مستواه معقول طبعا، لان احنا عاملين حاجه محترمه، مش سندوتش الشعبي يعني زي عربيه الكبده، لا احنا عاملين حاجه محترمه. احنا لازم نعمل المشروع ده وقانوني، وانا ندائي لازم يوصل لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيادتك قلت احنا هنساعد الشباب، اهو الشباب عايزين يساعدوا نفسهم وعايزين جرة قلم، بس مش عايزين اكتر من جرة قلم. انا اتحمست للفكره، انها فكره جديده وهتساعد شباب كتير اللي هم هتدي على البطاله، وهتساعد شباب كتير اللي هم يشتغلوا ويكسبوا لقمه عيش كويسه يعني. وفكره جديده ليه ما نعملهاش ونقننها وتشتغل. في شباب كتير قاعده ما بتشتغلش، فمشروع كده لو 8 اشتغلوا فيه، يعني لو عملنا عربيات كتيره هتلاقي الشباب كلها اشتغلت. كان حلمي ان انا اطلع بالمكان ده، لان هتبقى حاجه حلوه ليا انا افتخر بيها. ونفسي المشروع زي دوت يشتغل، عشان المشاريع التانية الفلوس على القد، فاحنا عاوزين مشروع زي ده يشتغل، هيبقى خير لينا وخير لغيرنا.